حكايتك بقى؟ بحاول افهمك. لا، ما انا مش كل ما اسالك على حاجه تقولي ما فيش. لازم يكون في ما بيننا يعني لغه حوار. ما هو طول ما انت ساكت كده مش هنعرف نوصل لحاجه. يعني هو مفيش غير الدكاتره هم اللي بيفهموك؟ ما هو الاستاذ في حصه العلوم النهارده قال لنا ان وشك ده لوحده فيه 14 عظمه. استنى كده لما اعدهم. اهلا بيك. سؤال بيطرح نفسه، هو ليه الله قلل من نفسه كده لما جه يتجسد في صوره انسان؟ محتاجين الاول نتامل شويه كده في جسم الانسان. تأمل معايا كده. تخيل يا عزيزي جسم الإنسان ده محتاج دراسات كتيرة علشان نقدر نفهمه. علشان كده الدكاترة بيفضلوا يدرسوا سنين كتيرة ويعملوا أبحاث ودراسات، وكل شوية يكتشفوا اكتشافات جديدة عن جسم الإنسان. إزاي الله خلق الإنسان بالدقة دي؟ طب أنت كنت تعرف يا عزيزي إن الأوعية الدموية اللي في جسم الإنسان تبقى صغيرة جدا وعاملة زي شبكة كبيرة بتمشي في كل سنتي في جسمنا؟ ولو فرضنا الأوعية الدموية دي في خط مستقيم هيبقى طولها حوالي 100,000 كيلومتر، يعني ممكن تلف حوالين قطر الكرة الأرضية 2.5 مرات. عايز تعرف معلومة كمان عن جسمك؟ الرئتين بتوعنا مش قد بعض، الرئة الشمال أصغر من اليمين عشان توسع مكان للقلب في الجزء ده غير بقى الكبد، ده حكايته حكاية. الكبد ده العضو الوحيد في الجسم اللي بيبني نفسه بنفسه لو استأصلنا جزء منه في أي عملية جراحية، وغيرها كتير من المعلومات العلمية اللي بنكتشفها عن جسمنا كل يوم. ايه رأيك بقى في النظام؟ استنى انت بقى كده هنا شوية. هتيجي تسألني ايه حصة العلوم اللي احنا دخلنا فيها دي؟ انا عارفة ان النهاردة قلت لكم معلومات كتير، بس تخيلوا كده كل ده ولسه ما جبتلكمش سيرة المخ والإشارات اللي بيرسلها لكل خلية في الجسم، ولا الجهاز العصبي ولا الجهاز الدوري أو التنفسي أو حتى الجهاز الهضمي. طب أنا ليه بقول لكم كل ده عن جسم الإنسان؟ الحقيقة إن الله أبدع في خلق الإنسان وعمل له نظام أوتوماتيكي، يعني يمشي لوحده من غير أي تدخل من أي حد. شفت بقى أنت قيمتك عند ربنا كبيرة إزاي؟ ده ركز في كل تفاصيلك. هيجي عزيزي المركز اللي أنا عارفاه وهيقول لي طب ما هو كل الكائنات الحية الله خلقها بنظام دقيق برضه في جسمها، مش بس في جسم الإنسان. بس أنا مجهزة لك الرد. الكتاب المقدس بيورينا قد إيه قيمة الإنسان كبيرة عند الله أكتر من كل الكائنات الحية. لما قال في تكوين 1 فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه. يعني الإنسان قيمته من قيمة الله نفسه لأنه الوحيد اللي مخلوق على صورته. والحقيقة إن صورة الله مقصود بيها اللي أهم من الجسد. الله خلق الإنسان عنده فكر وإرادة حرة ومشاعر، دي مميزات مش موجودة عند أي خليقة تانية. مفيش أي كائن موجود في الخليقة الله قال عليه إنه على صورته أو شبهه، ولا حتى الملائكة ما قالش كده غير على الإنسان وبس. تفتكر بعد كل اللي قلته لك ده الله لما اتجسد على شكل إنسان يبقى كده بيقلل من قيمته؟ أيوة، بس يعني إزاي الله ياكل ويشرب وكمان يدخل التواليت؟ لا 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 لا، انتوا كده بوظتوا الدنيا خالص. الله قدوس ما ينفعش يعمل كده. الله هو الأكل والشرب بينجس الإنسان؟ بس بشويش طبعا لا، دي احتياجات طبيعية لجسم الإنسان. يسوع المسيح قال في إنجيل متى إصحاح 15 ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. وعملية كمان الإخراج مهمة جدا لسلامة وصحة جسم الإنسان علشان تطرد كل السموم من الجسم وأي بقايا أو فضلات الجسم مش محتاجها. ده نظام الله خلقه علشان ما يحصلش أي تسمم للجسم. وبما إننا قلنا قبل كده إن المسيح مش بس لاهوت كامل لكن كمان كان ناسوت كامل، كان لازم جسمه يحتاج كل اللي بيحتاجه جسم الإنسان. ولو مش عارف يعني إيه ناسوت كامل ولاهوت كامل ارجع لحلقة لماذا التجسد وانت تعرف أكتر. يسوع قال كده عشان يأكد إن القداسة بتبقى موجودة في القلب مش في الأكل. ويسوع الوحيد اللي كان مشهود ليه من الكل إنه بلا خطية، وهو كمان قال على نفسه كده لما سأل اليهود في يوحنا 8 من منكم يبكتني على خطية. الخلاصة إن الله ما كانش بيقلل من قيمته لما اختار إنه يتجسد في صورة إنسان، لأن الله مش بيخلق أبدا شيء نجس. بالعكس، إبداع الله في خلق الإنسان جسد وروح ونفس خلى الإنسان في مكانة مميزة جدا عند الله. وكل الوظائف الحيوية اللي بيقوم بيها الجسم دي مخلوقة علشان تساعد في استمرار حياة الإنسان. طب في بقى رأي بيقول إن يسوع مش إله ولا حاجة، ده مجرد نبي مرسل من الله. ده اللي هكلمك عليه الحلقة اللي جاية. تابعوني، باي باي.